السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وما تنساش اللايك الجميل بتاعك يا حلوة والكومنت اللي بيسعدنا وبيفرحنا. بصوا بقى يا حبايبي، معانا حلة كده على النار، فابتدي نحطها أول حاجة عشان لو فيها مية أو حاجة تنشف. وبعد كده هنجيب بط ونعمله بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوا الفيديو للآخر عشان هنعمل محشي وهنعمل بط وهنعمل حاجات حلوة أوي النهاردة هتعجبكم. وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وجبنا بصلية كبيرة وهنبتدي نقطعها تقطيع حلو كده، عشان بصل من غير، عشان خاطر البط من غير مرتة ما يتاكلش. اهم حاجة المرتة الجميلة البصلية اللي زي السكر دي، بتخليلك الشوربة جميلة والبط بتاعك مسكر وزي العسل. احلى بط تسقيبه محشي. هنعمل النهاردة محشي جميل قوي، وهنعمل طريقة البط الحلوة دي، غسلينه ونقعينه ومخلينه زي الفل، وفلة فلة فلة كده، وقاطعين وكسرين البط على اتنين. يعني بصي، حابة نسيبها على بعضها سبيها، حابة ان انت تكسرها زي ما انا كسرها كده براحتك. فاحنا قلنا ايه؟ ناخد البصلاية اهم حاجة الاول وننشف الحلة بتاعتنا، وندي للبط ايه صدمة، تسمعي التش وانت بتحطها كده تلاقيها مفيش غير، ما تحطيش اي مادة دهنية، عشان البط بتاعنا ايه هينزل دهون كده ويبقى زي العسل وجميل جدا. هنحط بقى، ما تنسيش الاشياء بتاع البط بتاعتك، دماغ والقنصة، الدماغ بقى، ولو عندك القنصة والكبدة احنا عملناهم في الفيديو اللي فات. ولو انتم متابعين الفيديوهات هتبقوا عارفين ان احنا عاملين الكبد والقوانص امبارح، ومنزلينهم لكم كده على القناة، حاجة كده زي العسل. تعالوا نحط بقى توم، دقين 3 4 فصوص توم، وزيهم معلقة هريسة شطة. طبعا هريسة الشطة احنا عاملينها على القناة، هاتوها واتفرجوا عليها، بتنفعك في المطبخ بتاعك وبتبقى حلوة اوي. هنضيف فلفل اسمر، وهنضيف حبة كزبرة وكمون، وهنضيف كمان فصين مستكة وحبهان، وهنضيف شوية بهارات من السبعة، وهنضيف ورق لوري. وهندعك البصل ده دعكة جميلة اوي. يعني بصي، وحكم اهو. وهنجيب طماطماية ونبتدي نقطعها تقطيع ايه، يعني لا رفيع ولا كبير، يعني حاجة كده وسط اهو. حاجة كده بصي، المرتة ديت بقى هتخليلك البط بتاعك مسكر وحلو قوي. جرباه يا بنات مع البط كده، حلوة جميلة. طبعا في الوقت ده البطة معلية عليه مش موطية، ولو نزل اي مية في الحلة بتصفيها، ما بتضيفوش الاضافات دي عليها. بتاخدي المية اللي هتنزل من البط بتاعك بتصفيها خالص وتنشفيه على البوتاجاز خالص، ما تخليش فيه اي حاجة. كده بتتخلصي من الدهون اللي بتنزل منه، وفي نفس الوقت بيبقى حلو. هنلعك البصلة بقى دعكة حلوة كده زي ما قلت لكم، وتعالوا نحطها على البط بتاعنا الجميل ده اهو. انا ببص كده الوقت لو في مية بصفاها خالص يا بنات، يعني لما تكشفوا الغطا وتلاقي اي مية تصفيها. انا صفيتها على فكرة، ورجعت حطيت الحلة على النار، ونزلت بالمرتة بتاعتي، وبقينا بقى بصلتين حلوين هنضيفهم. والجزء اللي طالع من البصلة ده هنضيفه زي ما هو كده، وهنسيبهم نشوحهم مع بعض بقى بالبصل بالمرتة بتاعتنا بكل حاجة. شوحوهم بصي لما تخلي الريحة بتاعتهم، لو انتوا شايفين في الحلة البط بتاعنا خد لون اهو، واخد صدمة ولون وريحة وجمال ما اقولكوش. احط له مية تغلي، وبعد ما تغلي هضيفها على البط بتاعنا. حطيت مية غليت وضفتها على البط. اهم حاجة تحط له مية تغلي، ما تحطوش مية من الحنفية. جبنا بقى حلة على البوتاجاز، وحطينا فيها حتة من الدهن او من اللية، وهبتدي نعمل تسبيكة المحشي. تسبيكة سهلة وبسيطة. تابعوا الفيديو للاخر حبايبي، وما تنسوش اللايك يا حلوة انت وهي شايفاك، وحطوا اللايك. تعالوا نضيف شوية من الزيت على الدهن ده، ونبتدي ايه نجيب البصل بتاعنا مقطعينه، وحاولوا البصل المحشي ما تبقاش تنعميه قوي، خليه واضح ما تخليش ناعم قوي. وهنضيف كده البصل اهو. طبعا المحشي يبقى هياخد كمية بصل حلوة، دلعي بقى المحشي بتاعك كمية بصل حلوة كده، كيلو بصل وتقطعيه، لان ده يعني هو اساس المحشي. معايا برضو لحمة وحطيتها تتسلق. وطبعا احنا عندنا عزومة حلوة وجريئة، لازم ايه، محشي وبط يبقى موجود. اهم حاجة المحشي ده في العزومات جميل جدا، احلى عزومة تعملها هي المحشي. حطينا توم وحطينا هرسة شطة، وهنبتدي نشوح بقى ايه البصل
بالثوم بهرسة الشطة لما تشم ريحة حلوة كده. وما تحمرش البصل، خليه بس ياخد لون ذهبي زي ما انت شايفة قدامك كده. وفي نفس الوقت انا بحش الرغوة بتاع اللحمة، طبختها معاكم كتير وانتوا عارفين طريقتي فيها. جبت طماطم ضربتها في الخلاط وخليها تبقى تخينة، ما تبقاش كلاتها مية، يعني شوية مية يضرب يحركوا معاكي كده الخلاط وتضربيها. وطبعا من غير ما تصفيها ولا اي حاجة بتنزليها زي ما احنا متفقين مع بعض. في حاجات بنصفي الطماطم لا وحاجات لا. ده المحشي ما بي يعني بصي، المحشي لو حطيت الطماطم قطع بيمشي وبيبقى زي الفل. وعلى فكرة كل ما تحط فيه الطماطم قطع بيبقى احلى واحلى. تعالوا بقى، انا بلشجمي هنا رمت اللحمة، ما انت عينك هنا وعين هنا، لازم انت تشتغلي كده. وزي ما انتوا عارفين انا بضيف البهارات قلي اللحمة، يدوب فلفل اسمر وحبة من السبع بهارات، كزبرة وكمون ورق لوري. وبضيف لها الحبهان والمستكة وبغطي عليها. وعلى كده بسيب اللحمة بتاعته واروح حاطط لها رشة من السكر، معلقة سكر على اللحمة ومعلقة سكر على التسبيكة بتاعتنا. وسبت ده وده في جنب كده يعيشوا مع نفسهم. وتعالوا ايه نعمل المرتة بتاعتنا. هنعمل مرتة المحشي. طبعا دقيق توم بحالها حلوة كده اهوتي. اهم حاجة تغسليها وانت بتدقيها تحط رشة من الملح عشان ايه تنعميها. والتوم ما يفطش منك ويطلع من الهون. معلقة هرس الشطة كبيرة وحلوة كده. طبعا لو انت، انا ما بحبش الشط، حط شطة بودرة. ما بتحبهاش خالص استغنى عن ده وده. ممكن تعملي قرن فلفل اخضر لو انت بتحبي بارد خالص. حط بقى فلفل اسمر وحط كزبرة وكمون وحط سبع بهارات. وضيفي كمان رشة من القرفة لو انت بتحبيها، علشان خاطر رشة القرفة حلوة قوي جميلة في المحشي. وهنضيف كمان حبة من النعناع الناشف. وهيبقى ده البهارات بتاع المحشي بتاعتنا، مفيش اي افتكاسة. يعني هو المحشي عبارة عن الكزبرة والكمون والفلفل الاسمر والقرفة اختياري. وهنضيف رشة نعناع وحبة من الكركم وحبة بابريكا. وده بتبقى بس بهارات المحشي حلوة اوي، كفاية اوي كده. تعالي ندعك بقى بالملح بتاعنا. والملح بتاعك ده تبع رغبتك، يعني بصي انت الملح بتدوقيه وبتحطيه، ما بنقدرش نقولك مقدار الملح هو ايه. ندعك بقى البصل دعكة حلوة كده، ومعانا شوية طماطم ضفناهم على البصل بعد ما دعكناهم. وبعد كده بنجيب شوية شبت كده نحطهم على التسبيكة بتاعتنا. وبعد كده نزلنا بالطماطم وكل ده وهنسيبهم يقلبوا قلبة واحدة، ما تغيبهمش على النار. وبتروحي تنزلي الرز. يعني هي التسبيكة اتسبكت الوقت، اتسبكت وخلصت، يعني ما تحضفيش الحاجات دي الا ما التسبيكة بتاعتك تحس ان هي اتسبكت خالص وبقت زي الفل. بعد كده حبايبي هتبتدوا تعملوا ايه؟ غسلوا الرز غسيل حلو وتصفيهم. قلبي بقى بصلك وشبتك. طبعا ده مش كل الشبت والكزبرة بتوعنا، احنا بس هندي ايه تستريحة حلوة كده، لان الشبت لو قلب كتير بسمر معاكي. احنا مش هي قلبة واحدة مجرد ما هنجيب الرز. تعالوا بقى شوفوا حبايبي اهو. تسبيكة ريحتها جايبة اخر الشارع تحفة. باجيب انا بقى الرز غسلته غسيل حلو وصفيته من الميه خالص. ببتدي ان انا اضيفه بالشكل ده. حابه تنشفيه على البوتاجاز عادي، مش حابه ادلقي التسبيكه فوق الرز واشتغلي. ده وده ماشي، يعني بصي هي نفس المذاق ونفس الطعم. طب ايه الفرق؟ الفرق ان انا ما بحبش اما اجي احشي يبقى فيه ميه في المحشي. لو انت بحب انشفه. لو انت عايزة عادي وبالنسبة لك عادي يبقى فيه مية عادي، خلاص احشي وخلاص ولو فيه مية ممكن تصفيه على وش المحشي على كده ويبقى برافو عليك عادي. ضفنا بقية الخضار. وفي الوقت ده انا ما يعني النار بتاعتي هادية عشان ما يلدعش معايا من تحت. وفي نفس الوقت بقلبه بقى في ساعتها ومش هطول علشان تفضل الخضرة بتاعتي خضرة وجميلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تعالوا بقى نجيب الصينية اللي احنا هنحط فيها المحشي. طبعا انا بنزله شوية بشوية، ما بنزلوش مرة واحدة. وببتدي ان انا اقلب فيه علشان خاطر الخضرة بتاعتي ما تسودش. اهو قلبي بقى يا حلوة انت وهي كده زي ما انتوا شايفين. وحطوا اللايك الجميل العسل بتاعكم. وتعالوا بقى انا هسيبكم واروح احشي المحشي بتاعي وارجع لكم بيه ايه محشي وزي العسل. غمضوا وفتحهم واقعدوا تفتحوا عينيكم لما تلاقينه قدامكم. بصوا ازاي اهو جت بسرعة صح. يلا حبايبي، ده بقى المحشي بتاعنا شكله جميل جدا والبط خلص ومعانا شوية بقى شوربة عجب. يا سلام يا سلام. ريحتهم جميلة طعمهم أجمل شكلهم بيتكلم عن نفسهم.
أحلى حاجة تشربها بقى شوية الشوربة في السقعة والمحشي ده وانسوا، إحنا هنعمل طول الشتا محشي بنحبه. نزّلي بقى الشوربة بتاعتِك، وزي ما اتفقنا يا حلوين، ورق الكرنب يا دوب المَيّة بتاعته بتبقى إيه، هتطلع كده هاورّيها لكم، استنوا هاورّيها لكم. اتفقنا الفيديو اللي فات في محشي اللِفت قُلنا لكم إيه، محشي اللِفت بيبقى المَيّة مغطية فوق الصباع، طب ليه؟ علشان قُلنا حبايبي الكرنب بينزّل مَيّة عن ورق اللِفت، خلّوا بالكم من المعلومات اللي أنا باقولها لكم يا بنات. الكرنب ما بتحتاجش مَيّة زي اللِفت، اللِفت بيحتاج أكتر وورق العنب برضه بيحتاج أكتر، لإن ورق العنب لازمًا تغطّيه بالمَيّة وتغمريه بالمَيّة، ولازم المحشي برضه اللِفت يبقى تغمريه بالمَيّة علشان خاطر يطلع معاكِ سايح وجميل، الكرنب بقى بورقه بينزّل مَيّة. خلاص كده حطينا بقى المحشي بتاعنا أهو على نار عالية في الأول، أول 5 دقايق على نار عالية، بعد كده نار متوسطة، بعد كده تلدّني بقى الرز. اوعي تفتكر إن المحشي بتاعك بيستوي علشان نارك عالية، أكبر غلط وأكبر يعني حاجة اللي يعملها غلطان، المحشي بتاعه بيلدع من تحت وما بيستواش. خلّي نارِك هادية على المحشي. نصيحة مني لكم، شوفوا المحشي وجماله حاجة كده زي العسل، لا صباع لازق ولا محروق ولا أي حاجة في الدنيا. واللي وصل معايا لحد كده ما ينسانش في اللايك والشير وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ فتحية فايد. واتمنى تكون الفيديوهات سهلة وبسيطة وبتعجبكم، وزي ما انتوا شايفين أحلى محشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واترككم في رعاية الله، ما تنسوش الاشتراك في القناة يا حبايبي. باحبكم في الله، وأتمنى تكون الفيديوهات سهلة وبسيطة، وباقول لكم ما تنسوش اللايك الجميل ودعوة حلوة لأم سمير، وأتمنى الفيديوهات تعجبكم حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.